مساء الفل. اخيرا مجلس مرتضى منصور استقال استقاله جماعيه. طيب احنا عايزين ايه من اللي جايين؟ قبل ما نتكلم عايزين ايه من اللي جاي؟ نتكلم في حاجه، ان هو يا رب ما يكونش كمين وهم عاملين كده عشان يهربوا من بيع زيزو، وعشان لو باعوا زيزو مش هيلاقوا حق حد ان هم يجيبوه او لعيبه عدل ان هم يجيبوها، فبيهربوا من موضوع زيزو وبعدين يرجعوا تاني في الانتخابات اللي جايه. فيا رب ما يكونش ده الايه الكمين اللي معمول يعني. نتكلم بقى ايه المطلوب من الناس اللي جايه، او ايه هي شكلهم بيبقى عامل ازاي. اول حاجه الناس تكون شبعانه. يعني ايه شبعانه؟ يعني الناس دي ولا ناقصه شهره ولا ناقصه فلوس. مش كل شويه واحد يطلع كل 3 ايام ولا كل يومين ولا كل يوم يمسك الحديده ويعمل فيديوهات مع اللعيبه ومع المدير الفني ومع نفسه ومع الاداره ويطلع على القناه والهري ده كله اللي كان بيحصل. عايزين حد، ناس محترمه، ناس شبعانه شهره وفلوس يشتغلوا بس. ده اول حاجه الناس احنا عايزينها. طيب نتكلم بقى كفنيات او كمجلس اداره ايه اللي يحصل. اول حاجه احنا عايزين يكون في مجلس الاداره ناس اقتصاديين، ناس رجال اعمال، ناس ازاي تدير فلوس وتجيب فلوس وتستثمر فلوس، مش تجيب وتودي تجيب وتودي وتجيب وتصرف. مش هو الموضوع مش وارد ومنصرف، مش رايح وجاي. لا، المفروض يبقى فيه استثمارات عشان ما تقفش في حته معينه او تعجز عن سداد فلوس عشان مستني فلوس يجيلك من حته معينه. لا، لازم يكون في كذا مصدر للفلوس وفي استثمارات. ده ناس، لو حاجه ناس ايه اقتصاديين موجودين ورجال اعمال موجودين في مجلس الاداره. طيب تاني حاجه ناس موجودين بتوع التسويق، شغلتهم تسويق علشان يسوقوا التيشيرت مثلا، سواء للعيبه لو فيها لعيبه عايزين نبيعها او اي حاجه خالص. فلازم يكون في ناس متخصصه في التسويق يشتغلوا صح. ايه تاني؟ اي حد يمسك اي منصب يكون هو جدير بيه. بمعنى واحد يمسك مثلا العاب الصالات، لازم يكون واحد لعب هاندبول، باسكت، فولي بول، اي حاجه. لازم يكون هو واحد لعب الكوره دي وعاش التجربه دي. المشرف على الكوره لازم يكون لعيب كوره، ولعيب كوره محترم وكبير، مش كبير سنا، كبير قيمه، الناس تحترمه ويكون ليه مصداقيه عند الناس، ما يكونش سمسار. ايه كمان؟ يكون في لجنه كوره موجوده، مش بتهز راسها وخلاص، مش تقول يقول يقول لك يقول لا يقول لا. لا، ناس يكون ليهم راي وليهم اصلا في الاخر لجنه الكوره دي يعني ارائها استشاريه، بس يكون ليهم راي مختلف او راي صح عن الايه، عن الموضوع، اي موضوع يثار يعني، او اي لعيب عايز يجي او لعيب عايزين يمشوه او لعيب يطلع اعاره او اي حاجه. يكون في لجنه كوره محترمه ما تكونش داخله بوسايط او تجامل مجلس اداره او تجامل حد. لا، يكون عندهم ضمير ويشتغلوا كويس. لو موجود ده كله وفي هدوء ومفيش جعجعه وما يكونش في اهم حاجه، ما يكونش في جايين يشفوا خصومات او يثبتوا للي كان موجود قبل كده احنا احسن، انت اللي غلط واحنا احسن منك. لا، احنا مش عايزين كده خالص. احنا عايزين ناس موجوده، الناس دي مالهمش دعوه بخصومات ولا قواضي ولا يجيبوا سيره حد ولا يحتكوا بحد ولا اي حاجه خالص. ناس في حالها محترمين يشتغلوا بس. لو موجود كل الاضلاع دي، ناس شبعانه وناس محترمه ومش داخلين في صراعات او تخليص طرق قديم او اي حاجه، ناس كل واحد في مكانه الصح، ناس مش جايه تتسمسر وتعمل مصالح بس، لا، وناس يكونوا جايين علشان يعملوا حاجه للنادي، مش يثبتوا لنفسهم او يثبتوا لحد تاني. لا، هم جايين يشتغلوا للنادي. ده اللي احنا عايزينه. ان شاء الله نتمنى من وزاره الشباب والرياضه يبقى في انتخابات بسرعه، ما نسيبش نفسنا للمجلس المعين اللي هيجي ده مثلا سنه ولا حاجه. لا، احنا عايزين حاجه سريعه جدا عشان نقدر ان احنا نشتغل، ويقدر اي حد عايز يشتغل مع النادي يبقى في ناس يقدر يخاطبهم ويقدر يشتغل معاهم. ما يبقاش الموضوع ده في ناس جايه شهرين 3 وهتمشي او الحاجه دي كلها. لا، احنا عايزين استقرار وعايزين ناس تيجي تشتغل. ان شاء الله ربنا يكرم باذن الله الفتره اللي جايه. شكرا.